السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة وصفتنا من سهولتها وبساطتها بنوتي هي اللي هتعملها. التومية السوري هنعملها معاكم زي كل مرة. هنحتاج لكوباية من المية عليها معلقتين كبار من النشا. هنحط الكلام ده على النار. اول ما يوصل للقوام اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو هنسيب القوام يبرد معانا، وبعدين هننزل في الدورق. هنضيف عليه بقية المكونات بتاعتنا ايه هي؟ عبارة عن ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية من الخل، وكمان حوالي عصرة ليمونتين او 3 ليمونات. وهنحط الملح على حسب الرغبة. مش هننسى التوم، طبعا ده حاجة اساسية في الوصفة. حوالي كده 4 أو 5 فصوص من التوم، لان التوم بتاع اليومين دول لسه جديد فتركيزه مش عالي قوي. وهننزل كمان بعلبة الزبادي، دي برضو حاجة اساسية في الوصفة، ما ينفعش ان احنا نعمل الوصفة من غيرها. هيكون معانا كمان ربع كوباية من اللبن، بس هنركنها على جنب الاول. طبعا ده الملح هنحطه حسب رغبتنا في الملح بيكون قد ايه. ربع كوبايه اللبن هنخليها جنبنا، اول ما نحتاجها هننزل باللبن شويه بشويه. ليه خليناها بعدين في اخر حاجه؟ لان انا عايزه اشوف الاول قوام الخليط. اذا كان خفيف فمش هنستخدم اللبن، لكن لو القوام معانا تقيل فهنضيف اللبن شويه بشويه. عايزه اقول لكم القوام ما شاء الله معايا كان تقيل، فهو اصلا خد ربع كوبايه اللبن كلها. وهتشوفوا معايا هنا قوام الخليط اهو ما شاء الله، او قوام التوميه معايا ما شاء الله تقيل. وخلي بالكم كمان لما بتقعد في التلاجة بتتقل زياده، فلو قعدتوها في التلاجة ولقيتوا ان القوام تقيل فعادي خالص، رجعوها الخلاط تاني وزودوا لها كمان شويه حليب، هيرجع القوام معاكم مظبوط، مفيش اي مشكله. ما شاء الله عمل كميه معايا محترمه جدا من التوميه. عمل البطرمان ده وكمان طبق تاني صغير كده. طبعا انا شلته يعني استخدمناه كده. عايزه اقول لكم خلاص هي كده الوصفه بسيطه جدا خلصت معايا. زي ما قلت لكم بنوتي هي اللي عملت الوصفه النهارده، ما شاء الله طلع من تحت ايديها احلى توميه. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.